واحد من الناس فجع 99 عائلة على أبنائها، فجع أمهات على أولادهم، وفجع آباء على أبنائهم، وفجع إخوان على إخوانهم، وفجع بنات على أبيهم. قتل 99 شخص. ثم أحس أن لو لقي الله عز وجل بهذه الذنوب سيقطعها الله في النار عن 99 قلب اللي احترقوا على أولادهم. فعلم أن الله قادر، وعلم أن الله حليم، وعلم أن الله عليم، وعلم أن الله عز وجل عزيز، وعلم أن الله ذو انتقام سبحانه، وعلم أن الله غفور، وعلم أن الله رحيم، وعلم أن الله يقبل التوبة عن عباده. فقرر التوبة، وبيترك عازم يترك كل الذنوب والمعاصي. وجاء ودخل على المسجد إلا فيه عابد في صومعته يتعبد ويتقرب إلى الله، ساجد راكع رافع. فأول ما خلص قال له أنا قتلت 99، فجعت 99 عائلة على أهلهم، قتلتهم قدامي حتى صارت الجراح تتعب أمامي بالدم لين ماتوا، لين خلاص وقف. قال الآن لو أبغى أرجع لربي يقبلني؟ قال يقبلك بعد هالفجايع دي كلها؟ والله ما يقبلك. فالرجل جاء إبليس قال خربانة انتهت القضية، مالك توبة. فمن القهر إن صك الباب في وجهه مالك توبة، فقطع رأس عابد. يعني هذا مصيبة أصلا. العابد يمكن هذا أحسن من ذولي كلهم. فكمل 100، باقي قلبه نفس لوامة يا جماعة، الله يرزقناها. تقطع قلبه، قال إلا برجع لرب العالمين. راح العالم وسأله، قال له من يمنعك من الله؟ ما حد يمنعك من رب العالمين. لكن شوف الحديث نسمع أننا عادي، لا مو بعادي. شوفوا ايش قال الله العالم، قال ولكن تترك هذا المكان. أكثرنا يا جماعة يبغى يتوب بس ما يبغى يغير، يتوب ويقعد على وضعه. قال له تتوب تترك هذا المكان. وين يروح؟ قال في البلد الفلاني فيها ناس صالحين، اذهب إليهم وتعبد الله معهم. سهل القرار هذا؟ سهل أنه يروح ويترك مكانه وهلا ويروح مكان ثاني؟ ترى يا جماعة مو سهل. وفي الحديث في الصحيحين أنه راح الحالة. في الحديث ترى الحالة يا جماعة، يعني لاحظوا وش يعني واحد فينا يا جماعة جاي يروح يودع أهله، بيروح انتداب ولا شهر، والله أنا يقعد يصيح ويحببهم، صح؟ كيف أجل تترك كل بيئتك اللي أنت فيها وتروح تطلع؟ وطلع الحالة على رجليه. صادق والله أنه صادق، يحركه قلبه مو برجليه. وطلع يبغى يرضي ربي بأي شيء، بس قل له أبغاك تترك هذه، اتركها، أبغاك تسوي، خلاص راح. دله الحين يدلك أن الرجل صادق. أول ما قال له اترك البلد يا جماعة، بلد فيها بيته وفي وين بيروح؟ لكن عنده أن الله بيرضى. والله لو يبغاني أمشي على وجهي لأمشي. وفي الحديث بتشوف إشارة فيها مثل هذا، وهو ماشي في الطريق قلبه لا يريد إلا الله، وهو في الطريق أصلا في ذيك الساعة وذاك اليوم أصلا الله كاتب أنه بيطلع من الأرض كلها ذاك اليوم. فنزل له ملك الموت بيأخذه، خلاص انتهت حياته. فنزل ملك الموت بيقبض روحه. شوف الحديث، فبدأ ينزع الروح. يا جماعة ترى نزع الروح أنا أشوف في المستشفى أقسم بالله تشوف شيء عجيب. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على سكرات الموت. النبي عليه الصلاة والسلام روح له الفداء يضع ركوة الماء ثم يضعها يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم هون علينا سكرات الموت. فأخذ ينازع، تحسب أنه وقف؟ جماعة ترى في النزع تنشل أركان الإنسان، تخور قواه. هذا في النزع ايش سوى؟ قال أخذ ينأى بصدره، يزحف، يبغى ربي يرضى. الله عزت عليه هالخطأ وعزت عليه، يزحف، يبغى ربي يزحف عليه على وجهه يا جماعة، يزحف. الملك ينازع الروح يطلعها وهو يزحف، يبغى يوصل لرضا ربي. وعجلت إليك ربي لترضى.
فأراد الله عز وجل أن آخر نفس يخرج ثم يسقط رأسه على الأرض. نزلت ملائكة العذاب. الرجل فجع الرجل أفسد في الأظهر في الأرض الفساد، فجاءت مسوح من النار. وهذا الحديث يا جماعة عند أبي داود وغيره. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من تأتيهم بحنوط من الجنة وكفن من الجنة. فجاءت تأخذ بتكفنا على النار على طول. فجاءت ملائكة الرحمة قالت لا جماعة، أحداث في الأرض وأحداث في السماء. الرجل تاب في الأرض، وتعرف لو تبت أنا وأنت حبيبي الغالي وأنت يا غالية إيش يصير في السماء؟ لو تبت اليوم من الليلة هذه إيش يصير؟ في السماء يصير شيء يتغير، يقولها الله عز وجل، يقول سبحانه: الذين يحملون العرش. كم؟ 8 يحملون عرش الرحمن جل جلاله. العرش عظيم واللي يحملونه عظام. صفات 8 في حديث أبي داود وأنس في الطبراني وغيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: أذن لي، يعني الله أذن لي وأعطاني الإذن أني أعلمكم والشكل حامل أحد حملة العرش. قال: أذن لي أن أحدثكم عن أحد حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، شفنا وياك 5 أصابع، قال ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام يخفق فيها الطير. الطير يطير من كتفه ونموت، وبعد تنتهي السنة هذه والعقد هذا ويأتي السنة الثانية والثالثة والرابعة، بعد 7 جيل يصل الطير من كتفه إلى شحمة أذنه. قال: على قرنه العرش. هؤلاء يوم يتوب عبد ضعيف في الأرض يبدأون يتكلمون بكلام، يقول ربي في القرآن: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، ما يكفي، واتبعوا سبيلك. هذا رجل تاب واتبع سبيل الله. وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن. عشان كذا نزلت ملائكة الرحمة التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. سبحانك، التائب واحد الدعاء يصير للبيت كله. واحد تاب دعي له ولأمه ولأبوه ولأولاده وزوجته. إيش العظمة من رب العالمين، إلى أن قال: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. جاءت ملائكة الرحمة توها سامع حملة العرش يدعون له، فجاءت تأخذه. جماعة هو يستاهل يا جماعة، ما بعد بدأ، توه ذابح 100. إي والله يحبه ربي، يحبه الله. صحائف سود، ثم لما عزم وغير تابوا واتبعوا سبيلك تغيرت له الدنيا كلها. تعرف ايش اللي حصل؟ أنزل الله ملك يحكم بين ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. فقال الملك الحاكم القاضي، قال: قيسوا ما بين مكانه اللي سقط فيه. الرجل ساقط يا جماعة، ميت، الرجل ما يدري عن أي شيء، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم. قال: قيسوا بين مكانه اللي سقط فيه من مكان رأسه لين الأرض اللي في الصالحين والأرض اللي فيها أهل السوء. فإذا كان أقرب لأهل الصلاح فتأخذ ملائكة الرحمة، وإن كان أقرب لأهل الشر تأخذ ملائكة العذاب. إيش صار أقرب؟ أقرب لمن؟ لا، ما كان أقرب من أهل الصلاح،
كان أقرب لأهل الشر. وفي الحديث فأمر الله عز وجل قرية الصالحين أن تقدمي. لا إله إلا الله. يغير الله جغرافية الأرض عشان واحد تو ذابح 100، لكن جايب قلب يسوى مليون. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من التائبين. يعني الله عز وجل قادر يمد في عمره ساعة ويخليه أقرب، لكن الله يبغى يعلمنا أن الله عز وجل من حبه لهذا العبد تحركت دول، خريطة الأرض تغيرت، تحركت دول بجبالها ومزارعها إلى مكان اقتربت من هذا الرجل، وأمر بلدة أهل الشر أن تتغير، فأخذته ملائكة الرحمة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. سبحانه. وإني لغفار لمن تاب. وهذا الرجل تاب.